السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في نهار جديد مع فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم خبز البصله. بسم الله. نبداو المقادير. عندنا في العجين واحد نص كيلو ديال الطحين فورس مع ربعه ديال الطحين ديال الزرع ونص معلقه صغيره ديال الخميره للخبز والماء دافي للعجين. بالنسبه للحشوه عندنا واحد 4 ديال البصلات كبار مشلطين رقاق، 2 حبات ديال القرعه محكوكين، 2 حبات خيزو محكوكين، واحد 2 حبات ديال الفلفله مقطعين رقاق. بالنسبه اللي تيبغي الحار دايره واحد الفلفله صغيره مقطعه رقيقه، دايره 2 معالق كبار ديال المعدنوس، واحد المعلقه صغيره ديال الشحمه. بالنسبه للعطريه عندنا 4 معالق ديال البزار، معلقه صغيره ديال الكمون، واحد المعلقه صغيره نص معلقه ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال التحميره والملح حسب الذوق. بسم الله. نبداو. بالنسبه للعجينه غادي نعجن بحال العجينه ديال المسمن عاديه، وندلكوها مزيان وندير الملحه ونخليها واحد 5 دقائق ترتاح في البلاستيك، ومن بعد نحضروا الحشو. دابا من بعد ما عجنت العجينه ديالي خليتها ترتاح واحد 5 دقائق، غادي نبدا نخلطوا الحشوه. نبداو بالبصله. بالنسبه للبصله والقرعه وهذا وخيزو راني ملي قطعتهم، يعني قطعت البصله وحكيت الخيزو والقرعه راني عصرتهم مزيان باش ما يبقاش فيهم الماء، حقاش الا بقى فيهم داك الماء ملي تبداي تعمري العجينه ديالك تبقى تقطع. دابا درت البصله والقرعه وخيزو فلفله، وماشي ضروري يكون القرعه وخيزو، يعني ضروري ما يمكن لك ديري غير البصله والفلفله، ماشي ضروري ديري قرعه وخيزو. المهم ملي كان واجد عندنا المعدنوس 2 معالق ديال المعدنوس ندير هذا كامل. عندنا واحد معلقه صغيره ديال الشحمه محكوكه، هي كانت عندي في كونجلي. بالنسبه للشحمه اللي ما بغاش يدير الشحمه يمكن يدير 2 معالق ديال الزيت بلديه ولا يدير معلقه ديال الزبده. والحار اللي تيبغي الحار ندير الفلفله حاره، اللي بغى يدير السودانيه اللي بغى يدير البزار، المهم كل شنو تيبغي. صافي. وغادي ندير يعني العطريه ديالي كامله. صافي. دابا غادي نخلط هادشي مزيان بيدي ونجيو باش نقطعوا العجينه ديالنا ونبداو الطياب ان شاء الله. صافي. من بعد ما خلطت الحشوه ديالنا، ها العجينه ديالنا بعد ما قطعتها ودرتها في بلاصتها، دابا غادي نبدا نعمر العجين ديالي. عندي هنايا السميد والزيت، السميده رقيقه بقى نطلق هكايا، هانتوما كنديرها هكا، نزيد شويه ديال الزيت باش متلصق شويه العجينه. صافي. ونبقى نعمر. هانتوما صافي. بقى نجمع هكايا، هانتوما هكا ونسد هكايا، بقى نسدها باش ما تخرجليش الحشوه، نسدها مزيان هكا. صافي. ندير هاد شويه السميده هكا من تحت. صافي. ونخليها وندير وحده اخرى. سكتي شويه السميد ونطلق هكا، نطلقوها مزيان. نعمر. ملي تكون العجينه ديالك يعني دلكتيها مزيان وهادي شحال ما تخافيش يعني تولي الحشوه الا عمرتيه بزاف غادي يبقى تخرج لك ولا هادي، لا بقاش العجينه تكون مزيان. الا كانت العجينه يعني ما كانتش مدلوكه تبقى تقطع، والحشوه ما تكونش يعني سميتو فيها الماء، يعني خصها تعصري مزيان البصله والقرعه وخيزو باش ما تبقاش العجينه ديالك تقطع لك. صافي هكا. ونخليها ونبقى هكا تنعمر واحد 4 ونبدا ديك الساعه نبدا الطياب. صافي. دابا غادي نبدا بالاولى اللي عمرت الاول، غادي ندير شويه ديال الزيت. السميده تنديروها باش نكون تنبقى نعمر يعني الخبزات ديالي تندير السميده، اما ملي تنبغي نكرسو تنديري الزيت. دابا صافي. وغادي نكرسها مزيان،
يعني قالت ما تخافيش منها. صافي وغادي نديرها في المقله، راه سخنات المقله ديالي. دابا ندوز لبلاصه المقله، نرش المقله شويه بالزيت راه سخونه. نجيب الخبزه ديالنا شويه راسها ونرشها بالزيت ونقلبها شويه بالزيت. نطلق الاخرى على الماده هذه. هي المسمن ديالك خصك ما حد الخبز بصله على مسمن، ما حد تديرها في المقله تتبقاي تقلبيها، يعني ما تخليهاش تتحمر عاد تقلبيها، يعني بقاي تقلبي باش حتى هو تيبقى يجي خفيف من الداخل تيتسحب. صافي نحيد هذه نجيب الاخرى. صافي هذه طابت، ندير الاخرى نرش في الزيت. نرشها صافي. غادي نبقى هكايا بنفس الطريقه حتى نكمل العجينه ديالي كامله ونقدموكم ان شاء الله بالصحه والراحه. ها هو البصله ديالنا بعد ما وجدتو، ها نتوما كي تيجي زوين تيجي خفيف. ها نتوما قطع لكم كيجي، ها هي ها نتوما تيجي من الداخل خاوي هكايا. تنتمنى يعجبكم. وكاين اللي تيدير معاه الزبده البقر ولا العسل، المهم كل واحد شنو ما تيبغيه. وانا بالنسبه لهذا الخبز تنديروه في الغدا ديالنا ولا تنديروه في الكوتي ديال العشيه. وتنتمنى يعجبكم وخليتكم على خير، والسلام عليكم.